مش دايما اللي بيقول نصيحة بيكون هو جدير فيها 100%، بس انا بحس انه احنا ممكن نكون كلنا محتاجين نسمع ده. يمكن درس انا استفدته مؤخرا وربنا كده علمني عليه عشان اركز فيه، وده فعلا اللي انا محتاجة اتعلمه دلوقتي. وانا حابة النهاردة ان اطلع اشارككم الحاجات اللي انا اتعلمتها اخر فترة في حياتي، لان انا بحس الصراحة لما باجي اتعلم حاجة بحط فيها في مواقف واتنين وتلاتة، وبتيجي العلامة الاخيرة بتبقى علامة الهية. ربنا بيقولي ده اللي انتي محتاجة تركزي عليه، ده اللي انتي كان لازم تتعلميه من اول مرة. تعالوا نشارك مع بعض الحاجات اللي انا اتعلمتها اخر فترة، واقول لكم اتعلمتها ازاي وليه اتعلمتها وفادتني يعني هنتكلم مع بعض شويه. مش عارفه هيبقوا كام نقطه، بس على حسب طول الفيديو. لو حسيت ان انا لكيت قوي هنقلل النقط ونشارككم حاجات تانية في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اكيد اعملي لايك وشير وسبسكرايب. احنا هنا في واحده من حلقات فاطمه والبنات، ويلا بينا نبدا على طول. اقول لكم اول حاجه من الحاجات اللي اتعلمتها في ندوه كريم اسماعيل. انتوا اكيد شفتوا الفلوج اللي انا كنت مصوراه لكم وانا رايحه. كريم اسماعيل طبعا ناقش حاجات كتير قوي ودروس كتير قوي، بس فيها حاجتين بس علقوا معايا فيهم. اول حاجه هو كان بيحكي اصلا قصه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام، بس من وجهه نظر نفسيه شويه. فكان بيناقش نقطه كده ان هو لما تجيلي حاجه وحشه مش المفروض افضل مركز على، مثلا هقول لكم باختصار، جارتي عملت فيا موقف وحش قوي، فانا مش المفروض افضل مركزة ان انا انتقم من جارتي، ولا هي جارتي ليه عملت كده، هي كانت بتفكر في ايه، هي ازاي تأذيني بالشكل ده وكذا وكذا. على قد ما المفروض افكر هو ليه ربنا حطني في الموقف ده بالذات، في الوقت ده بالذات، ربنا عايز يعلمني ايه من الموضوع ده. احنا كلنا بنتحرك زي ما ربنا عايزنا نتحرك، شئنا ام ابينا. احنا مخيرين في الدنيا، بس في الاول وفي الاخر زي ما بيقولوا كل منا مخير لما يسر له، يعني ربنا ميسرنا كده. فمثلا حد غرق في البحر، هل ده معناه ان البحر غدار؟ لا، البحر سمع كلام ربنا، فهو مكتوب له يحصل كده، ربنا هو اللي كاتب له البحر يعمل فيه كده. حد اتضرب بالرصاص، هل ده علشان الشخص التاني شر؟ مش عارفه هي ايه ولا ايه اللي انا هقولها دلوقتي دي، بس محدش هيقدر يأذي حد الا وربنا هو رايد ليه الاذيه او رايد فيه يحصل الموضوع ده. في الاول في الاخر انا بعتقد ان مفيش حاجه اسمها اذى، كل شيء بيحصل في حياتنا حتى لو وجعنا قوي النهارده وحسينا ان احنا اتأذينا بعمق كلمه اذى، ولكنها في الاول في الاخر حاجه مفيده لينا ومفيهاش من وراها شر. مفيش حاجه بتيجي من ربنا شر ابدا ابدا. محدش يعتقد انه لا ما في حاجه بتيجي من الناس، ما فيش حاجه بتيجي من الناس. انا لما عاملك وحش عشان انا وحشه وانا شخصيه مش كويسه، بس عشان ربنا رايد لك انتي تواجهي الموضوع ده، مش عشان انا شريره وعايزه اذيكي. هو كريم اسماعيل كان بيتكلم في النقطه شبه دي، وانا دي الحاجه علقت معايا قوي. وهنا بتلاقي انه مش المفروض، او مش عارفه المفروض ولا لا، بس يعني مش حلو انك تكوني عندك مشاعر انتقام من الاشخاص على قد ما تكوني طول الوقت كده في مشاعر الهيه. ربنا عايز مني ايه؟ ربنا بيبعت لي. هو في طبق هنا طالع في الخلفيه كنت مغطيه بيه الكوبايه، معلش. روح بقى. على قد ما احنا نكون زي ما قلت لكم مشغولين دايما بربنا رايد مننا من الدرس ده نتعلمه ايه. تاني حاجه، ودي حاجه ما ناقشهاش كريم اسماعيل ولا حاجه، بس انا كنت عماله اتناقش فيها. هي بتحصل كام حاجه كده ورا بعض تحسي ان هم دول ربنا عايزك يوصلك منهم رساله. ايه الحاجه دي؟ ان انا بني ادمه مش لازم اكون بيرفكتو، انا مش لازم اكون الوقت اكون بعامل الناس كلها باحسن شكل. استنوا هوضح لكم الفكره بعد شويه عشان اتاخدت عنها دلوقتي نظره وحشه. ان انا اكون بعمل كل حاجه صح قوي، ان انا اكون بظهر نفسي بشكل صح قوي. احنا بنحاول طول الوقت اكيد ان احنا نحسن من نفسنا على قد ما نقدر، ان نعامل البني ادمين باكتر درجه لطف ممكنه، ان احنا نكون بني ادمين كويسين، ان احنا ما نبداش باذيه حد، ان احنا اكيد زي الاخلاق اللي ربنا عايزنا نكون عليها. بس ده مش معناه ان انا يكون عندي مرض اسمه مرض البرفكشن، ان انا اعاقب نفسي لو انا عملت حد بطريقه مش مناسبه. الناس كمان اوقات بتعاملنا بطريقه مش مناسبه. صاحبتك اللي انت ضايقتيها النهارده بشكل مش لطيف واعتذرت لها، طالما انت جواكي مشاعر الاعتذار دي او صلحتي الموقف، او في الاول وفي الاخر انت عارفه ان جواكي خير، مش لازم افضل اعاقب نفسي ان انا ضايقتها. هي كمان اكيد جالها وقت وضايقتك، يمكن هي ما اعتذرتش عنه، انت اعتذرتي. يمكن ناس كتير بيأذوا الناس ومش بيعتذروا عن الاذى ده،
فانتي على الاقل بتفكري طول الوقت انتي اذيتي مين وما اذيتيش مين، دي حاجة في صالحك، اشكري نفسك عليها. مش كل الناس كويسين، فبما انك شخصية كويسة حبي نفسك على الاساس ده، ما تعاقبيش نفسك عشان غلطتي مرة. كلنا بنغلط، ودي كانت من اكتر حاجات، انا محتاجة اشرب مية استنى. ودي كانت من اكتر حاجات اللي كانت مأزماني لسنين طويلة في حياتي بدون مبالغة. انا لما بعرف او بفتكر ان انا عملت موقف، هو اولا اي موقف وحش بنعمله بيبقى وحش في حق نفسنا قبل ما يكون وحش في حق الاخرين. فلما بفتكر ان انا عملت موقف وحش طلعني لما مظهر وحش وضايق حد، كنت بموت نفسي من جلد الذات، جلد ذات غير مبرر طول الوقت. وكل ما افتكر احس بندم فظيع ان انا ازاي طلعت مني التصرف ده. بس في المقابل في ناس عملوا معايا كده، وفي المقابل انا يعني انا خلاص انا التصرف ده مش هرجع اعمله تاني، ده كفاية. والنقطة دي كنت بتكلم فيها انا وصاحبتي النهاردة، ولفتت نظري النقطة تانية وقلتها لها. ده نابع منه ان انا ما بحبش نفسي كفاية. هتقولي فين العلاقة؟ ايه علاقة ان انا بجلد نفسي وان انا بحبش نفسي؟ حكيت لها الموقف ده وبالظبط جاية اقوله لكم. لما انا اكون مثلا خرجت معاكي النهاردة وخروجة كانت حلوة قوي قوي قوي، وانبسطنا ولعبنا وتنططنا وانتي اشتريتي لي حاجه، بصي عملنا كل حاجه ممكن تساعدنا احنا الاتنين باقصى شكل ممكن، وجينا ركبنا مع بعض المشروع، وبعد ما ركبنا انا متوقعه منك ان انتي تدفعي لي وانتي ما دفعتليش. فانا عشان الموقف ده قلبت الدنيا عليكي وحسستك ان النهارده كان اوحش يوم في الدنيا وان كل حاجه كانت وحشه، وفضلت اجلدك على الموقف ده طول الوقت. انتي هتكتشفي ايه من ده؟ هتستنبطي ايه؟ بغض النظر عن كلمه استنباط ان انا ما بحبكيش طالما انا فاكراك الموقف الوحش اللي انتي عملتيه في حقي، ونسيت لك كل المواقف الحلوه التانية اللي انتي بتعمليها، حتى نسيت لك اعتذارك عن الموقف ده. ده معناه ايه غير ان انا بجد ما بحبكيش؟ بالظبط احنا بنعمل كده مع نفسنا طول الوقت. تكوني انتي النهارده مظبطه اكلك، حاطه ميك اب شكله حلو، لابسه احسن حاجه في الدنيا، وخدتي الدش بتاعك وذاكرتي وقريتي قران وصليتي، وكلمتي حد بطريقه مش مناسبه. انا ازاي اعمل كده؟ انا ازاي يطلع مني الاخلاق دي؟ انا ازاي اعمل الموضوع ده في حق نفسي؟ ازاي وازاي؟ اقولك ازاي؟ عشان كلنا بنغلط، عشان كلنا بيطلع مننا اوقات حاجات مش المفروض تطلع مننا، عشان احنا بني ادمين. ما كانش ربنا خلق لنا الاستغفار، ما كانش ربنا خلق لنا التوبة، ما كناش عندنا في قلوبنا البعض احساس رحمة واحساس تسامح، مش كده؟ فارجوكي بطلي تجلدي نفسك، ومش لازم نكون طول الوقت طالعين شكلنا بيرفكت وحلو وتحفة، وشكلنا مش قصدي شكلنا خارجي، قصدي شكلنا قصاد الناس عادي. اصلا مش عارفه ينفع اقول كده على يوتيوب ولا لا، بس guess what، توظفيهم. يعني لما تلاقي نفسك قاعده تجلدي نفسك عشان عملتي حاجه وحشه في حد، افتكري موقف هو عمل وحش تجاهك فهتكتشفي ان هو توظفيه توظفيه. ودي تاني حاجه كنت اتعلمتها النهارده. شكلي اخش على تالت حاجه ونقفل الفيديو على كده، او رابع حاجه، مش عارفه الفيديو وصل لحد فين. المهم خلينا ندخل في تالت نقطه على طول. تالت نقطه اتعلمتها، ودي برضو اتعلمتها من الندوه بتاعت كريم اسماعيل، وهي ادراكنا للطف ربنا معانا في كل حاجه. ربنا شئتي ام ابيتي، شايفه او مش شايفه، ربنا لطيف بيكي. حصل لك موقف وحش النهارده، وعد مني، ومش مني، هو حقيقة مش مني يعني، بس وعد من ربنا ليكي ان بكرة ويمكن النهاردة تلاقي حاجة تطبطب عليكي. الموضوع ده حصل معايا، هحكي لكم موقف والله مع اني كنتش ناوي احكيه وافتكرته اصلا دلوقتي. كان في يوم، كانت فترة كده في مشكلة ما في حياتي وكنت متضايقة بسببها قوي. المهم وخرجت قلت اخرج ابسط نفسي، خرجت رحت حضرت حاجه معينه، مش هقول هي ايه عشان ما اخدش ذنب، هي حاجه بسيطه بس هي اخدت عليها ذنب، ربنا يغفر لي، وضايقتني اكتر يعني من كتر ما هي كانت وحشه قوي ضايقتني اكتر. فانا مروحه حاسه اللي هو ايه اليوم ده في المهم ان انا من طبعي كده الحمد لله، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، انا بفضل طول ما انا ماشيه في الشارع او بعمل ايا كان بفضل اصلي على النبي واستغفر ربنا. فاخدت الطريق كله كده ووصلت مكان مكنتش عامله حسابي ان انا رايحه المكان ده. رحت وسلمت على ناس هناك واول مره اعرفهم، والبنت كانت لذيذه. واصلا انا كل ما بخش المكان ده، مكان شغلي القديم عند عم صلاح، عم صلاح ده يا جماعه انا شخص بحبه جدا جدا يعني. المهم ده كان شغلي القديم ده،
وكنت اتعرفت على البنت اللي شغاله هناك، وفضلنا قاعدين وبنضحك ومش عارفه ايه. في اللحظه دي قلت لكم انا اصلا بحب العلامات قوي، حسيت بعلامه الهيه كده اللي هو ربنا بيقول لي انت مش هتروحي النهارده زعلانه. شايفه انا شقلبت الدنيا عشان افرح طول النهار، وفرحت في 5 دقايق وقفتهم مع واحده انا معرفهاش، بس طريقه كلامنا وهزارنا مع بعض خرجوني من المود، وحسيت ان هو ربنا بيلطف بيا هنا. وشوفوا قد ايه الموقف ده بسيط، وقد ايه مهما كانت المشكله انا شايفاها كانت عامله ازاي، بس كانت الحمد لله بسيطه، يعني مش مشكله ولا في صحه ولا في اولاد ولا في اي حاجه، بس ربنا لطف بيا. فتخيلي ربنا لو اراد ان هو يحطك في موقف اصعب من ده، وكنتي حاسه انك مأذيه اكتر من فاطمه ما كانت مأذيه، شوفي كم اللطف اللي ربنا هيحطك فيه بعدها. وحصل موقف تاني هحاول احكيه بطريقه اعرف اطلعها. في قصه كده صغيره، حد كان رايح مقدم على شغل في مكان ما. عارفين نوع الشركات اللي هي مش بتقبل اي حد في الشغل ده، مش مجرد انترفيو، لا ده انت انترفيو و2 و3 واعمل لنا تاسكات واعمل لنا خدمات وي عشان تتقبل في الشغلانه. وكانت شغلانه عباره اصلا عن شغل بلا مرتب، فتره كبيره كده في التدريب وهتشتغلها معانا، وفي الاخر مش هتقبض اي حاجه. سبحان الله كانت بتجري حوالين نفسها عشان تتقبل بس في المكان ده. انتوا عارفين ايه اللي حصل في الاخر؟ يعني انا مش عارفه احكي القصه كلها، بس اقسم بالله العظيم ان الموضوع باظ على ان في حاجه صغيره قد كده، حاجه صغيره قد كده ما كانتش معاها، برغم كل الحاجات اللي الشخصيه دي عملتها. تعدي الايام، يجي الشخصيه دي شغلانه احسن انسب بفلوس وتديله خبره، وراحت تشتغلها. وتعدي الايام والايام والايام، وتسمع الشخصيه دي ان المكان اللي هي كانت بتسعى قوي انها تشتغل فيه وحش جدا، غير ان هم مش بيقبضوا الناس، فهم بيكتبوا 15,000 كده، مش عارف شرط جزائي حاجه شبه كده، لو قررتي انك تمشي في خلال الكام شهر اللي انت بتتدربي فيهم. اللود عادي جدا، الناس بتعامل والمديرين بيعاملوا الناس اللي شغاله عندهم بطريقه قاسيه جدا. كل حاجه وحشه قوي في المكان اللي انا كنت بسعى وهموت عشان ادخله. فشوفي لطف ربنا اما بينجدك من حاجه ويكافئك بحاجه احسن، مش بيضيع تعبك اللي انت تعبتيه، مش هيضيع تعبك اللي انت تعبتيه ابدا، وهتاخدي نصيبك واكتر. والحاجه التانية عشان برضو دي فيها درس، الحاجه اللي مش من نصيبك مش من نصيبك، الشغلانه اللي مش من نصيبك مش من نصيبك، وما فيهاش خير ليك. اصل مش معنى انا مش نصيبي ان انا اخلف، ليه يا رب كده مش نصيبي؟ انت لما ربنا ما كتبلكيش نصيب في الحاجه اللي انت هتموتي عليها، تاكدي 1,000,000% انك هتكوني اتعس واحده في الدنيا. لو جاتلك الحاجه دي اصلا هي مش هتجيلك، لان ربنا مش هيحطنا في موقف واحنا مش قده، هو هيحطك في الحاجه وانتي قدها بالظبط. فطالما منعها عنك يبقى ده الخير ليكي، فانبسطي ان ربنا لطيف بيكي. دي اخر حاجه انا كنت حابه اقولها، كان نفسي اقول حاجات اكتر والله، بس خلاص التليفون يحتضر وسخن هيولع في وشي. ربنا يحفظه يا رب لحد ما نجيب تليفون جديد ان شاء الله. وبس كده يا بنات، بس كده يا بنات، ان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجديده الجايه. اعملي لايك وشير وسبسكرايب، اعملي شير لكل اصحابك عشان محتاجين نتعرف في اسرع فتره ممكنه، عشان ننزل بالبودكاست، عشان مش حابه ان انا انزل البودكاست وبعدين محدش يشوفه فاحس ان انا محروجه شويه قصاد نفسي. عقده البرفكشن بقى. دمتم سالمين والسلام عليكم.